من الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها فيديوهات الاطعام. تعالوا بينا نشوف عملنا ايه الشهر ده ونقول بسم الله وعلى بركه الله ونبدا. يلا، اول حاجه هجهزها وهي الكفته. جبت البصل حطيت عليه ملح وفلفل اسود، ودي خلطه كده بتتحط على اللحمه المفرومه برضو للكفته او للحواوشي او اي حاجه، بتتجاب جاهزه من عند السوبر ماركت عادي. حطيتها عليها، بس انا بحطها مع البصل علشان تشرب الميه بتاعتها، هي المفروض بتتدوب في ميه بس انا حطيتها كده. المهم حطيت كميه اللحمه المفرومه وحطيت عليها البيكنج باودر والبهارات بتاعتنا، هي عباره عن دبس الرمان وطبعا الملح والفلفل محطوطين على البصل، بهارات كفته بتتجاب من عند العطار، وشويه من القرفه. تمام كده، بدات بقى ان انا مكسهم كده كلهم مع بعض. واهم حاجه مده العجن، ان احنا نعجن الكفته كويس جدا علشان خاطر تتجانس كده كلها مع بعض. بعد كده بحط لها شويه من الزيت وشويه كده من السمنه، معلقتين كبار كده حلوين كده من السمنه برضو، وبرضو بدعكهم كويس جدا. مده العجن يعني بتاعه الكفته بتاخد كده حركه 10 دقائق، وانتوا بتصبعوا الكفته كده هتحسوا بيها كده انها كده، بصوا كلها متجانسه كده مع بعض كده وماسكه في بعض كده، بتبقى حلوه قوي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بتصبعوها بكل سهوله، بتصبعوها بقلم، بتصبعوها بشوبة ستيكس كده زي ما انا عملت، عشان خاطر بس تبقى مفرغه من جوه وما تبقاش معجنه. ببدا كده زي ما انتم شايفين اللي انا ارصصها في الصواني وبدخلها الفريزر. واهم حاجه ما بين كل رق والتاني بحط اكياس اللي هي بتاعه التلاجة دي. وتاني يوم ببدا اللي انا ارصصها في الصواني وادخلها الفرن. تمام، هنبدا هنا اللي احنا دلوقتي نحضر الرز البسمتيو بتاع الاطعام. عذرا عن اللخبطه اللي انا بتلخبطها وانا بتكلم، بس انا بقالي كتير ما صورتش فيديوهات للاطعام، فعشان كده بس بتلخبط. بدات هنا اللي انا اجهز الرز البسمتي، طبعا وزنته وبعد كده بقى بغسله وبنقعه في الميه قبلها مثلا بنص ساعه. نظرا للظروف الصحيه بقيت بقسم الاطعام على كذا يوم في الشهر، يعني ما عدتش بعمله كله مره واحده. يعني احنا النهارده الاطعام بتاع النهارده هنعمل حلتين. الحله الاولانيه زي ما انتم شايفين كده بدانا ان احنا نطبخها، حطيت فيها البصل مع الزيت والسمنه طبعا شوحتهم، بعد كده حطيت الليمون اللومي وحطيت قرنفل وحطيت حبهان، ولو في عيدان قرفه برده حطوا عيدان القرفه. اهم حاجه الحبوب دي كلها بتتشوح مع البصله في الاول. تمام، بعد كده بحط البودر في الاخر قبل ما بحط الرز على طول. البودر عباره عن ايه؟ بودره كبسه بتتجاب من عند العطار، وبودره زعفران برده بتتجاب من عند العطار. هنا احنا خلاص حطينا الرز البسمتي على البصل والبهارات بتاعتنا. هنبدا بقى اللي احنا ايه، زي ما انتم شايفين كده هبدا اللي انا اقلبه، بقلب الرز البسمتي مع البهارات. بعد كده بنحط الميه والملح ونظبط الملح بتاعها وكده تمام. مقدار الميه طبعا بتاع الرز البسمتي معروف بيبقى اكتر من الرز المصري بتاعنا العادي. بنحط على كوبايه الرز البسمتي كوبايتين من الميه. ودي صواني الكفته خلاص كانت خلصت. بتبقى حلوه جدا وبتحط في الفرن عادي، ما بفتحش عليها الشوايه، بتستوي في الفرن من تحت يعني. شوفوا مثلا محتاجين تسالوني في ايه تاني عن الاطعامات، لو حد حابب يعمل اطعام هو بنفسه يعني يعمله في البيت، بتكلموني واقول لكم المقادير اللي انتم ممكن تجيبوها وكل حاجه نظبطها كده مع بعض واقول لكم تعملوا ايه ان شاء الله. الكفته زي ما انتم شايفينها ما شاء الله طريه وحلوه، والرز خلاص مفلفل فلافيل اهو البسمتي بتاعنا، وكل حاجه ما شاء الله طالعه جميله. الشهر ده عملنا 110 وجبه. زي ما انتم شايفين كده عباره عن رز وثلاث صوابع كفته كبار، وطبعا الوجبه بتبقى مشبعه جدا. وزعنا كمان على الاسر المتعففه حلاوه المولد، اللهم لك الحمد والشكر، عشان كنا في المولد النبوي الشهر دون. وبس كده، مستنياكم بقى اللي عاوز يشترك معايا في اي اطعام من اطعامات الشهر دون يكلمني ان شاء الله باذن الله. واهم حاجه ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد، وتدعوا لنا كده دعوتين حلوين بصلاح الحال والصحه والعافيه والستر. شكرا لكم. وواحد تصلك النبي صلى الله عليه وسلم.